مساء الخير يا جماعة، معاكم الدكتورة هبة. موضوعنا النهاردة بيتكلم عن السكر الدايت. خلينا نتفق في الأول، مادام احنا فكرنا في السكر الدايت يبقى احنا أكيد مش عاجبنا شكل جسمنا، مش عاجبنا طريقة أكلنا، مش عاجبنا أسلوب حياتنا. احنا قررنا نغير شكلنا، ومادام قررنا نغير شكلنا يبقى لازم نغير كمان أسلوب حياتنا. عايزة أقول لكم إن احنا كلنا اجتمعنا إن السكر العادي سكر مش مفيد، مضر شوية، يعني سعراته عالية، اكله كتير بيسبب امراض كتيرة. فاحنا خلينا نتفق انك ليك كمية محددة من السكر العادي، معلقتين بس على كل مشروباتك خلال اليوم كله. لو اخدت الكمية دي، كمية مش مضرة ليك، هي دي الكمية المسموحة بالنسبة لك في اليوم كله على كل مشروباتك. طب انا مش متعود على كده، لا انا لازم اعود نفسي، اغير اسلوب حياتي، اكمل حياتي بان اقلل كمية السكر اللي انا باخدها. كنت باخد كمية كبيرة جدا، هقلل نص معلقة في نص معلقة في نص معلقة لغاية ما اوصل للمعلقتين السكر في اليوم. عايزة اقول لك حاجة مهمة جدا، ان التيست باد او مستقبلات التذوق الموجودة على اللسان هي اكتر حاجة بتتغير بشكل سريع، كل شوية بتتغير، كل 3-4 ايام بالكتير. فانت بمجرد انك تقلل السكر بتاعك 3-4 ايام لسانك هيتعود على الطعم الجديد، وهكذا وهكذا لغاية ممكن توصل في يوم انك مش محتاج سكر خالص في يومك كله. طب سكر الدايت مش هو الحاجة الممتازة اوي اللي احنا ممكن نمشي عليها. سكر الدايت زي ما السكر العادي ليه اضراره، سكر الدايت برضو ليه اضراره. اهمها ان في بعض انواع السكر الدايت فيها مادة الاسبرتام، والمادة دي مادة مضرة جدا بالجسم. وان السكر الدايت طعمه مسكر زيادة عن السكر العادي، طعمه يعني فيه حتة سكر شوية، فانت بالتالي انت بتعود لسانك على الطعم المسكر بزيادة. لما تحب توقف سكر الدايت هترجع للسكر العادي بكمية اكتر. الحاجة التالتة ان استخدامه لفترات طويلة ممكن يزود الدهون الثلاثية، واحنا في غنى عن كل المشاكل دي. طب انا دكتورة مصمم على سكر الدايت، انا عايز اخد سكر دايت في المرحلة دي، وصفيلي سكر دايت كويس. احسن سكر دايت طبعا لازم يكون خالي من مادة الاسبرتام. لازم انا لما اجي هاخد منه نص الكميه بس، مش هاخد المعيار، يعني هما عاملين معيار معين، يا اما معلقه باخد منها، يا اما باكيتس كده بقطعها اخد منها نص الكميه بس، بحيث ان انا اعود لساني على طعم السكر القليل شويه. وكل مده محدده، شهر شهرين بالكتير، ما تكترش عن كده. لكن الفترات الطويله ده مش صح. يا رب اكون فدتكم، مستنيين ان شاء الله الفيديو اللي جاي.